أفو نيوز ماروك. السلام عليكم ورحمة الله. اهتزت جماعة فيني نواحي سطات على وقع تسمم جماعي لعشرات الأشخاص والأطفال بعد تناولهم لوجبة بمحلبة تعد وجبات سريعة بمدينة فيني تلاتولاد بإقليم سطات. وأوضح المدير الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمدينة سطات أن التسمم الجماعي نتج عن تناول وجبات لدى المحلبة المذكورة. وأكد أن حالات التسمم الجماعي بلغت 33 حالة، بينهم أطفال وراشدون ممن تناولوا وجبات لدى صاحب المحلبة المذكورة، موردا أن جميع الحالات تم استقبالها بالمستشفى الإقليمي لسطات وحالتهم مستقرة الآن، فيما بقيت حالتان تم إدخالهما إلى الإنعاش. وفي نفس السياق أوضح المدير الإقليمي لوزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن عدد حالات التلاميذ الذين تسمموا هو 6 في سن التمدرس، مؤكدا أن السلطات قامت بالإجراءات اللازمة وأغلقت المحلبة المعنية.